السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، ويا رب بقى تكونوا شايفين الجمال اللي معايا ده النهاردة. بصوا يا جماعة، الأكلة دي بجد بجد بتتعمل في 10 دقايق. أسهل الأكلات اللي ممكن تاكلوها. يعني أكلة سريعة وخفيفة وبتتحضر بالظبط في 5 دقايق. خليكم معايا كده عشان تشوفوا أنا بجهزها ازاي. أول حاجة بجهز البهارات، معلقة ملح كده. أنا معايا يعتبر فرخة، فدي بهارات بتاعت فرخة يعني. معايا معلقة بابريكا صغيرة، معايا شوية فلفل اسود نص معلقة تقريبا صغيرة، معايا توم باودر برضو معلقة صغيرة، ومعايا بصل باودر. انا المعلقة اللي في ايدي دي كبيرة، بس انا يعني بمقدار معلقة صغيرة. ده شوية كركم كده بتاع معلقة كبيرة كده حلوة كركم. ومعايا شوية قرفة صغيرين يعني نص معلقة صغيرة، وشوية جنزبيل برضو صغيرين نص معلقة صغيرة. دي كده البهارات. ده يا جماعة لون الزعفران او لون غروب الشمس، المهم لون برتقاني كده بتجيبوه من عند العطار. شوية زيت زيتون وشوية زيت عادي، ما عندكيش زيت زيتون حطي زيت عادي، ما عندكيش زيت عادي وعندك زيت زيتون حطي، المهم اللي يعجبك حطي. شوية زيت حلوين كده. وبقلب فيهم البهارات، طبعا بملح كويس، يعني الفرخة تقريبا بتاخد معلقة ملح كده كويسة. جهزت بقى البهارات. هنا هعاير الرز الكمية اللي أنا عايزاها. أنا عندي الكوباية دي 3 كوبايات بيعملوا كيلو رز. 3 كوبايات كيلو رز بالظبط، فأنا كده عايرت كيلو رز معايا. وعندي البهارات زي ما انتوا شايفين كده جهزتها عشان اغلف بيها الفرخه. انا غسله الفرخه ومنضفاها كويس قوي، بتهيألي احنا خلاص بقى اتعودنا مع بعض. الفرخه هنا حجمها كبير ما شاء الله، يعني بتاع 2 كيلو كده. بغزها بقى بالسكينه كده، هي معلش اتقطعت مني شويه الجلد بتاعها، بس مش مشكله، مش هتفرق معايا في حاجه. بغزها بالسكينه عشان البهارات تدخل فيها من جوه. هنزل بقى بنص التتبيله كده على نص الفرخه ديت. الزيت يا جماعه لو انا حطاه زياده شويه والناس هتشوفه زياده مفيش مشكله، ان كله بينزل على الرز بعد كده، فما تقلقوش خالص من كميه الزيت. بصوا بقى، بدخل التتبيله جوه الصدر بتاع الفرخه وجوه الورك، بدخله كويس قوي في الفتحات اللي انا عملتها بالسكينه. انا اسفه ايدي اللي الناحيه دي مداريه الفرخه شويه. آه ما كنتش اخده بالي يعني، بس المهم ان ايه، بدخل كل التتبيله جوه الفرخه من جوه الحتت اللي انا شقتها بالسكينه. شوفوا بغز الصدر كده 3 4 غزات كده، والورك نفس النظام. وبنزل بصوا بقى لون الزعفران مع الكركم عامل لون رهيب ازاي في الفراخ، عامل لونها تحفه. بصوا هي دي كل الشغلانه اللي انت بتعمليها. شويه التتبيله بتحطيها على بعض، مفيش فيها اي حاجه صعبه، بهارات بتتحط على زيت، وبتبل بيهم الفرخه. ويا سلام بقى لو ركنتها من بالليل للصبح، من الصبح لعند ما هبتدي اشتغل فيها، صحيت بدري عملتها. كل ما تركن في التتبيله كل ما يكون احسن. يعني كل ما قعدت ساعه ساعتين 3 ومن بالليل للصبح يا سلام. شويه زيت على النار، هحط فيهم البهارات الصحيحه اللي هي حبهان، ورق لورا، ورقه قرفه، العيدان بتاعت القرفه دي لو موجود عندك، المسمار يا جماعه اللي هو القرنفل، احنا بنسميه القرنفل. هحطه على النار تطلع الريحه بتاعته كده، وبصلايه كبيره كده هقطعها عليهم واشوحهم شويه. كل البهارات اللي بتتحط هنا بهارات صحيحه، ولو عندك فلفل اسود حب برضو بتحطيه شويه معاه بيبقى حلو قوي. انا ما عنديش حب فحطيت شويه صغيرين فلفل اسود اللي هو الايه، المطحون العادي ده. هدبل بس البصله كده شويه معايا مع البهارات، ريحه البهارات بتطلع. ولو قرن فلفل بقى عندك اخضر كده او احمر حراق بيبقى يا سلام. هنزل بقى بالرز، انا غسلته ونقعته بتاع نص ساعه كده منقوع في الميه. وهبتدي اقلبه زي ما انتم شايفين كده في الحله. فصين 3 توم كده صحاح سلام. في ناس بتكسر راس التوم كلها نصين كده وتحط نص راس التوم، بس انا حطيت فصوص كده. المهم في الفكره يعني. وطبعا بحدق الرز، بحط معلقتين ملح كده. وبصوا هخلي الميه تغطي الرز بشويه كويسين، لان الرز البسمتي بياخد ميه يا جماعه. الرز البسمتي بيحب الميه زياده عن الرز المصري بتاعنا العادي. معلقتين سمنه بلدي كده، بصوا دي معلقه صغيره يعني، كل اللي حطيته تقريبا معلقتين. السمنه البلدي بتودي بقى طعم الفراخ دي في حته تانية خالص، بتخلي ريحتها رهيبه. وكده الاكله بتاعتي خلصت. يعني تتبيله الفراخ مع شويه الرز اللي انا حطيتهم شوحتهم على النار، انا ما سويتهمش، انا شوحتهم بس على النار.
والله ما عايزه اقول لكم كل الحاجات دي على بعضها ما بتاخدش 10 دقايق معايا في تجهيزها. ان كان الفراخ بهارات بتتحط على بعض وبتتقلب في الفرخه دي 5 دقايق، وخمس دقايق بالظبط بحط الرز على النار، قصدي البصله بالبهارات يعني. كده الاكله خلصت. زي ما انتم شايفين هجمد طبقه الالومنيا او الفوم ده شويه بان انا بحط رقين فوق بعض عشان يشيلوا الفرخه معايا، يشيلوها معايا. طبعا يا جماعه الحراره رهيبه اليومين دول، الجو نار مش قادره اقول لكم. فكان باقي عندي شويه عصير من العصير اللي كنت مفرزاه لرمضان، قلت هعمل لهم، بصوا شايفين حبيتين المانجا وكيس برتقان كده، قلت مروق عليهم واعمل لهم شويه ايه، عصاير يعني عشان الحر اللي احنا فيه ده. بصوا بخله اسمها ايه، عصايه الشيش طاووق، بسكينه زي ما انتم شايفين بفرغ كده البتاع. المهم ادي الفرخه بفردها معايا كده، وهي لو عايزه تقطعيها رباع يعني كل ربع لوحده مفيش مشكله، بس انا بتكلم في الشكل ان نص الفرخه بتبقى ماسكه بعضها كده، بيبقى شكلها ايه حلو. بص غزيتها من النص شويه عشان البهارات، وكل الميه اللي تنزل من الفراخ تنزل تحت على الرز. هغطيه ليه عادي لو ما عندكيش الورق ده، بس بيبقى حلو، هو ضمانه للفراخ عشان الالمونيا بتبقى مش صحيه يعني، وعشان ما تلزقش في ورق الفويل اللي فوق ده. بصوا انا حطيت الغطا وقفلت بقى كده كويس على الفرخه معايا. بشغل الفرن يا جماعه بتاع البوتاجاز، لو عندي الفرن زي عندك الفرن الغاز التاني. بصوا انا هنا بعمل عصير. المهم بشغل الفرن درجه حراره عاليه، بنزل اللي هو اللي في النص ده، الشبكه اللي في النص على اقل حاجه تحت، يعني فوق الفرن على طول. ليه؟ عشان ما احطش الحله لازقه على طول على سطح الفرن من تحت. برفعه مسافه بتاع 3 4 سم كده علشان الرز ما يتحرقش من تحت. هعمل هنا الدقوس. بصوا فلفل اخضر عادي، وفلفل رومي، فلفل حراق وفلفل بارد يعني، وشويه طماطم، فصين توم، الناس اللي بتحب التوم، مش عايزه تحط توم بلاش. بعصر ليمون. عصرة الليمونة دي حلوة قوي يعني بتخلي الطعم حلو. ده فلفل بقى شطة كده واحد كده عندي حراق قوي، قلت اما احطه. شوية ملح بقى زي ما انتم شايفين، شوية شطة على كزبرة على كمون، ومعلقة خل كده، الخل نوع الخل يكون حلو. بضربهم بقى في الخلاط. عندك كبة ماشي يعني زي ما انت حابة. بصوا ما بحطش عليهم ميه، هم على قد شويه الخل اللي انا حطيتهم بس، ما بيتحطش عليهم ميه. وبتضربيهم بقى كده في الخلاط او في الكبه زي ما قلت لكم. انا عندي الكبه بس قلت ايه، كنت مستعجله قلت اما اخلص في الخلاط مره واحده وخلاص يعني. كده خلاص. بصوا بقى في الوقت دوت بتكون الحله في الفرن، بحطها زي ما قلت لكم على درجه حراره عاليه عشان الفراخ تستوي يا جماعه كويس. بتاخد لها تقريبا بتاع ساعه ونص. لو حجم الفرخه متوسط يعني، لو حجمها كبير قوي ممكن تاخد ساعه الا ربع. ولازم اعلي النار، ممكن في الاخر اوطي النار شويه، بس في الاول النار بتبقى عاليه. بصوا كده انا قلت اكشفها اشوفها اطمن الفراخ استوت ولا لا. كده بعد ساعه وربع تقريبا بالظبط، قلت اما اطمن بقى على الفراخ اشوفها تمام ولا ايه. لقيتها ما شاء الله استوت. بصوا كده هنا الميه دي، فبنزلها عادي على الرز لاني لسه هدخله تاني بتاع 10 دقايق او حاجه. بصوا شقتها كده من النص عشان الميه دي بيبقى فيها طعم الفراخ، وفي نفس الوقت بيبقى فيها اللون بتاع الرز، اللون اللي هو الاصفر، لون الزعفران والحاجات ديت بتبقى موجوده. بصوا في الوقت دوت بشيل بقى ايه التوم، بشيل البهارات الصحيحه اللي انا كنت حطاها في الرز. انا هرجع ادخل الرز تاني على فكره جوه الفرن عشان اكمل تسويه، بس انا قلت اشيل مادام فتحت اشيل بالمره وايه واظبطه. بصوا بقلبه تقليبه اهو. بصوا ما شاء الله الرز رهيب يا جماعه، رهيب رهيب رهيب. وبياخد كل بقى العصاره بتاعت الفراخ بتنزل عليه. مش عايزه اقول لكم اسرع بجد، اسرع اكله في الحياه بجد مش كلام. كل اللي انت بتعمليه بتحطي الفراخ فوق الرز وخلاص. بصوا انا هنا كنت دخلتها الفرن وطلعتها تاني، فكانت خلاص استوت كويس قوي. بصوا الفراخ كمان حمرتها على الوش من فوق زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله. كده خلاص يعتبر الاكله معايا خلصت. هعمل بقى فحمه عشان احطها في النص عشان تديني بقى طعم المندي، يبقى تحس ان هو معمول على الفحم. بعمل كده حته ورقه احط فيها الفحمه معايا
وسع كده. وبصوا بحط ورقه قصدير كده في النص، او ورقه اللي هي فويل ديت، واحط فيها حته الفحم عشان خاطر ايه، اغطي على الفراخ. بصوا الفراخ انا بتاكد ما شاء الله، لان الفرخه عندي قلت لكم كبيره ما شاء الله، حجمها كبير. بصوا حطيت الفحمايه، عملت حتتين فحم حلوين كده. وهجيب بقى معلقه سمنه بلدي، بتدي ريحه رهيبه يا جماعه. او ما عندكش سمنه بلدي حطي سمنه عاديه، عموما السمنه بتدي ريحه حلوه قوي. هقفل بقى عليها عشان طعم الايه، ريحه اسمها ايه، ريحه الفحم دي ما تروحش منها، وتفضل الريحه معايا حلوه. بصوا هنا غرفت كده، حطيت بقى في اطباق. طعم الدقوس ده بيبقى رهيب رهيب، طعمه بيبقى حلو قوي. وهنا بعد ما عرفت قلت هاخد الصينيه، بعد رجعت قلت لا، اما افضلهم مره واحده حتى كمان ايه، يبقى توفير في كله الوقت. في الاكل بيجهز في 5 دقايق، واحطه كمان على الصينيه يتاكل في اكله واحده كده واخلص، عشان ايه ما تعبش نفسي يعني، يبقى على صينيه واحده وخلاص. بجد اكله بهاراتها سريعه جدا وسهله وطعمها لذيذ، محدش دقها الا بسم الله ما شاء الله لما شكر فيها وقال عليها تحفه. بجد يا جماعه تستاهل تستاهل تستاهل، بهاراتها سهله جدا. شويه ملح وفلفل اسود وكمون، واللي هي بس اسمه ايه، اللون الزعفران دوت اللي بتجيبوه من عند اي عطار هتلاقوه، وكمان الكركم وبس، وزيت زيتون، زيت عادي. وبتقلب البهارات، سنه قرفه، سنه جنزبيل، وبس. بصوا بقى قلت ما احط لهم على صينيه كده وايه اخلص منه. وادي بقى يعتبر غدانا النهارده كده خلص، من غير تعب من غير مجهود، بطريقه سهله جدا. بتمنى بقى بجد تجربوها يعجبكم بالطريقه ديت. وما تنسوش بقى تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ومع السلامه.